مقدمة نقدية لكتاب الأيام للدكتور طه حسين، كتبها الدكتور أحمد درويش أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة. بين يديك كتاب الأيام الذي يمثل سيرة ذاتية تشكلت خلالها بطريقة فنية الخطوط العامة لرحلة الحياة التي عبرها عميد الأدب العربي طه حسين، والذي عاش من 1889 حتى 1973 مع تنوع في المكان وتطور في الزمان ومواجهة للصعاب والعقبات واستنفار للقوى الكامنة في النفس وتسلح بالعلم والمعرفة وتدرج بالتحمل والصبر واعتراف بالأخطاء والهفوات حين تقع، مع التأمل فيها واستخلاص نتائجها وعدم الانكسار أو التراجع أمامها ومواصلة السير نحو الهدف المرسوم. من قرية الكيلو على مشارف المنيا في صعيد مصر إلى قاهرة بدايات القرن العشرين، حيث تتشكل بدايات خطوط تفاعل التراث الفكري العتيق مع العلوم والأفكار الوافدة، مع انفتاح مصر على الثقافة الغربية عامة والفرنسية خاصة. يلتقي في صحن الجامع الأزهر هذا الفتى الضرير الذي لم تمنعه آفته من محاولة التغلب على العوائق وطلب المعرفة، ما بعد منها وما قرب، وما لان منها وما صعب، وما بدا مطلوبا منه وهو قليل، وما بدا معذورا لو تركه وهو كثير. وانطلق الفتى الضرير ليقدم نموذجا لإصرار الشعب المصري العربي ونجاحه، وحين تصح عزيمته وتقوى إرادته ويحول طموحه إلى خطوات عملية تتحول إلى درجات لارتقاء المجد وإثبات الذات في عالم الخلود. ومن هذا المنطلق بقيت العزيمة الراسخة، وإن تغيرت ساحات المكان وأوقات الزمان، من ردهات الجامع الأزهر حيث المتون والشروح القديمة وحلقات الشيوخ في النحو والصرف والفقه والتفسير، إلى صالات الجامعة الأهلية الناشئة حيث محاضرات الأفندية والمستشرقين في علوم الحضارة والتاريخ والاجتماع يتابعها الفتى الضرير، ويتوج عمله بالحصول على أول شهادة للدكتوراه تمنحها هذه الجامعة سنة 1914، ثم يؤهله ذلك للسفر إلى مكان أبعد حيث قاعات المحاضرات وفصول الدراسة في جامعات فرنسا يلقى فيها الفتى الضرير من المشقة في تعلم الفرنسية والإلمام باللاتينية ودراسة المناهج الحديثة في علوم الاجتماع والتاريخ، وما تتوجه شهادة الدكتوراه بعد الليسانس من فرنسا، ويعود بعدها إلى مصر ليقضي أكثر من نصف قرن ويتغلب على عقبة إثر أخرى، ويجني ثمرة بعد ثمرة في مجالات الحياة الأدبية والفكرية والتعليمية والسياسية والإبداعية على مستوى العالم العربي كله. وقد كتب طه حسين الملامح الرئيسية لهذه الحياة الحافلة في كتاب الأيام بأجزاء الثلاثة، وهو كتاب ينتمي إلى فن أدبي رفيع، وفن السيرة الذاتية الذي يقف وسط بين مجموعة من الفنون والأجناس الأدبية مثل الرواية والتاريخ وفن كتابة التراجم والإعلام، وهو من أجل هذا يستفيد مما يوجد فيها جميعا، فيستطيع أن يمزج بين الذاتية والموضوعية، وبين الحقيقة والخيال، وبين حياد الكاتب وانفصاله النسبي عن الموضوع الذي يعالجه كما يفعل المؤرخ، وبين تعاطف الكاتب مع المادة التي يكتب عنها واتصاله بها، لأنها تمثل في الواقع جزءا منه، كما يفعل الشاعر أحيانا بين معرفة الكاتب لكثير من جوانب الشخصية التي يكتب عنها كما هو شأن الكاتب الروائي، وبين معرفة الكاتب لكل جوانب الشخصية واختيار ما هو مناسب منها كما هو شأن كاتب السيرة الذاتية. وهذا الامتزاج والتلاقي لكثير من قواعد الأجناس الأدبية في فن السيرة الذاتية يجعل منها فنانا يحتاج إلى كثير من الخبرة والتوازن في الاختيار والترك والدقة في المعالجة، حيث يجيء كتاب السيرة الذاتية ناجحا ومؤثرا. وكثيرا من الكتاب الذين لا ينتبهون إلى هذه المعايير الدقيقة ويقدمون على كتابة سيرهم الذاتية يخاطرون بأن تقع أعمالهم في هوة النسيان أو تتحول إلى مجرد مباهاة وثرثرة لا تترك أثرا،
ولا صدى طيبا باقيا في النفوس والعقول. لقد أدرك طه حسين ذلك، واستفاد كثيرا من قراءته لروائع الأعمال العالمية في السيرة الذاتية، وخاصة في الأدب الفرنسي، مثل اعترافات جان جاك روسو في القرن الثامن عشر، والسيرة الذاتية لألفريد دي موتسيه في القرن التاسع عشر، وأندري جيت في القرن العشرين، وغيرهم من كتاب السيرة الذاتية في الأدب العربي، من أمثال ابن سينا وابن خلدون وعبد اللطيف البغدادي وأسامة بن منقذ ورفاعة الطهطاوي وعلي مبارك. وأدرك من خلال هذا كله أهمية اختيار العناصر والأحداث الدالة في حياة الإنسان والتنسيق بينها لرسم صورة إنسانية كاملة من خلال السيرة الذاتية تترك تأثيرها الفني والأدبي والخلقي في النفوس على مدى العصور، دون أن تتوقف أمام كل التفاصيل والأحداث العارضة التي قد يمر المرء بالكثير منها كل يوم في حياته، والتي قد يؤدي ذكرها دون أناه في الاختيار وتنسيق في العرض إلى التكرار والملل. وأدرك طه حسين كذلك قيمة فنية عالية تتصل بفكرة اعتراف كاتب السيرة بنقاط ضعفه وشجاعته في أن يكتب عنها بدلا من التركيز فقط على نقاط قوته وتفوقه. لقد كان طه حسين بارعا وهو يقف مع الطفل الضرير وهو يتعثر ويخطئ في أبسط الأشياء، حتى أنه عندما جلس يشارك أبويه وأخوته الطعام على مائدتهم البسيطة التي يأكلون خلالها من طبق واحد، ظن أنه لو غمس لقمته في الإناء بكلتا يديه كان ذلك أحسن له، ففعل ورفعها إلى فمه. إما إخوته فأغرقوا في الضحك، وإما أمه فأجهشت بالبكاء، وأما أبوه فقال في صوت هادئ حزين: ما هكذا تؤخذ اللقمة يا بني؟ وأما هو فلم يعرف كيف قضى ليلته. إن كل هذه الاعترافات هي التي شكلت للأيام مذاقا خاصا، وجعلت قارئها العادي يحس أنه يستطيع هو أيضا أن يتغلب على نقاط ضعفه، وأن يحلم بتخطي العقبات وبالوصول إلى العظمة التي وصل إليها الكاتب. ومع أن طه حسين يبدأ أنه يسترسل في نسيج سيرته الذاتية بعفوية وبساطة، فإنه يجعل وراء ذلك دقة وفنا في السورة والصياغة والبناء الفني، ويعرف كيف يجعلنا نرى الدنيا مع الفتى الضرير من خلال رهافة سمعه وتركيز عقله وقوة إرادته وحلاوة لسانه، ويبدو ذلك كله من خلال الدقة في اختيار المفردات ذات الرنين الخاص وترديدها وتكرارها وفقا لمعايير التأثير الصوت الدقيق. ويبدو كذلك في غلبة الصورة السمعية أو اللمسية أو صورة الروائح بالقياس إلى الصور البصرية التي امتداد لصفحات الكتاب. إن فن السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث شكل النواة الرئيسية لكثير من إنتاج فن الرواية الحديثة، وأصبحنا نملك تراثا من السيرة الذاتية بعضه تتم كتاباته في سورة الحديث المباشر عن الذات بضمير المتكلم، كما حدث في كتابات العقاد لسيرته الذاتية في مؤلفات مثل أنا أو في بيتي أو حياة قلم، أو الحديث عن الذات بضمير الغائب مثل كتاب الأيام الذي بين أيدينا، ويتحدث دائما عن الفتى، وأحيانا تختفي السيرة الذاتية وراء عمل روائي يرسم حياة شبيهة بحياة المؤلف، كما هو الشأن في رواية زينب للدكتور محمد حسين هيكل، ورواية إبراهيم الكاتب لإبراهيم المزني، أو رواية سارة للعقاد، أو عصفور من الشرق لتوفيق الحكيم، أو الثلاثية لنجيب محفوظ. إن كتاب الأيام ليس مجرد سيرة ذاتية جميلة، ولكنه مفتاح للدخول إلى عالم الأدب العربي الحديث، وإلى عالم النفوس الكبيرة التي تعرف كيف تصبر وتكافح وتعمل من أجل تحقيق المجد، فتحقق لنفسها ما أرادت، وتقدم للأجيال اللاحقة نموذجا تحتفيه وتجربه تتمتع بها وتستفيد منها، وتجربة تتمتع بها وتستفيد منها